يا صباح الحلويات وأحلى عيش تورتيلا أو عيش بالرايب أو رقاق طري، أي حاجة بقى ينفع لسندوتشات المدارس، ينفع بديل للكريب. كمان تعملوا بيه التورتيلا للبرجر الترندي الجديد بقى، اعملوه بالعيش دوت، جربوه بدل ما تشتروه غالي جدا من بره. بنص كيلو دقيق هنعمل كمية كبيرة، وممكن تقللي الكمية ربع كيلو، واحتفظي بيه في الفريزر وطلعيه احشيه للسندوتشات، اعملي بيه الصواني اللي انت عايزاه. انا عملته هنا باللبن الرايب، دول كوباية ونص اللبن رايب، ممكن تبدليهم بالزبادي وممكن تبدليهم باللبن، بس حطي عليه معلقة خل عشان يقطع يبقى طعمه حلو. ريحة الرايب في المعجنات بتفرق. حطيت عليهم نص معلقة ملح، وحطيت عليهم معلقة سكر صغيرة، ونزلت بربع كوباية سمنة. ممكن السمنة دي تبقى زيت، ممكن سمنة على زيت، ممكن تزوديها شوية توصليها النص براحتك، بس هو ربع مناسب جدا. نزلت بنص كيلو دقيق الاول، ضربت الرايب بالسمنه بالملح بالسكر كده دوبتهم بقوا كريمي. نزلت بنص كيلو دقيق وعجنت عجينه طريه، ما بتلزقش في الايد، بس عجينه خفيفه كده وطريه عشان العيش يطلع فيه طراوه حلوه. خلاص هغطيها، لمه كده بايدي واغطيها، دهن ايدي بس دهن الزيت واغطيه واسيبه يرتاح ربع ساعه كده، لان ما فيهوش خميره يعني مش محتاجين تخمير. اعجنيه لحد بس ما يكون معاكي عرق كده عشان يفرد معاكي بسهولة، ما بياخدش حاجة سواء بايديكي او بالعجان، فما بياخدش حاجة. بعد ربع ساعة كده جبت شوية دقيق، وجبت صينية معايا مدهونة بالدقيق، وهبدأ أكور أدهن إيدي بالدقيق عشان عجينة طرية، وأعمله على قد الصينية اللي أنا هسوي فيها. خلاص فيعني ممكن يتعمل في الفرن، ممكن يتعمل على النار، بس انا هسهل عليكم نعمله على النار علشان الناس اللي الفرن بتاعها بيدوخها، وكمان عشان ما توطيش وكده، فنعمله على النار من فوق. رشيت دقيق ورش دقيق بالمردانه كده من جوه لبره لحد ما ايه اعمله شكل بيضاوي منتظم. طب انا ما عرفتش اعمله شكل بيضاوي منتظم، اجيب غطا حله او طبق اقوم اقص عليه على قد الصينيه اللي انا عايزاها. فردتهم كده وسبتهم يسخن. انا عشان عاملاه كبير شويه، فجبت ظهر صينيه وسبتها على النار متوسطه، وبدات احط عليها الرغيف. اول ما يبدا يعمل فقاقيع كده ابدا اقلبه من الناحيه التانية. ناخد بالنا ان الفطير ده الرايب دوت يعني بيبقى طري كده، وبيدي فيها حتت محمرة كده، لو عايزاه مستوي كويس بيبقى فيه حتت محمرة كده عشان الرايب بيحمر الحاجة. شايفين كده الفقاقيع مرة شمال ومرة يمين، أقل من دقيقة على كل وش، وشايفين بيتنفخ ازاي، يعني ممكن تحشيك من جوه كمان. بصراحة حلو قوي قوي قوي. ابدأي هزي كده بس في الصينية وهو بيستوي، الهزة دي بتنفخه، شايفين الهزة دي بتنفخه، أيوة بتنفخه. جربوا الطريقة دي وصدقوني مش هتندموا عليها أبدا. أحلى عيش تورتيلا أو عيش بالرايب أو رقاق طري بقى زي ما احنا حابين، وكله الحمد لله طالع منتظم وقد بعضه من غير ما أقص فيه ولا أي حاجة. ابدأي سوي بقى كده كميات، كل بس ما بتسوي كمية بتطلعيها تحطيها بنفوطة عشان تتنيها طرية. خلاص اهم حاجه تحطيها بنفوطه عشان يعرقوا على بعض ويبقوا تراي. شوفوا بيقب ازاي، اخبطي كل ما بتخبطي خبطه كده كل ما هيقب معاكي، خبطه بسيطه يعني مش بترزعي. شوفوا سهل قوي قوي وبسيط. اعملوه جربوه في البيت، ولو عندك المقله بتاعه الكريب هيبقى حلو قوي فيها، كمان هيخلص أسرع من ما بتكوني قلبة صينية على ما النار بتوصل. شايفين منظره، والرايب ريحته فيها حلوة قوي قوي قوي، تاكلوه بالهنا والشفا. إن شاء الله لما هتجربوا الوصفة دي، الوصفة أبسط من البساطة، هتعجبكم جدا، ومقاديره سهلة قوي، وتعتبر يعني كلها عندك في البيت. وقلنا البدايل، السمنة بديلها زيت، والرايب بديله آه، زبادي أو لبن عليه معلقة خل.